كنت عايزة أجرب طعم الكرنب البيبي في سلطة، فقلت أعمل سلطة شتوية وخفيفة. فتعالوا نجهز كل حاجة سوا، وهنبدأ بالكرنب البيبي. هنبدأ نجهزه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنشيل أي ورق مش كويس ونقطعه نصين ونضيفه في طاسة مع شوية زيت زيتون ورشة ملح، وهتشوحوها عادي فوق البوتاجاز. اما لو عايزينها تكون اطرى شويه ممكن تدخلوها الفرن. هنسيبها 3 دقايق على النار، وفي الوقت ده هنبدا نجهز طبق السلطه. وفي السلطات الشتويه بميل للجرجير اكتر من الخس، لانه مش بينزل ميه كتير ومش بيخلي السلطه تكون ساقعه قوي. من الحاجات الحلوه قوي في الموسم ده هي فاكهه الكاكا. هي مش بس خلت السلطه طعمها حلو، لا كمان الوانها كلها حلوه. ده غير انها في الموسم بتاعها يعني مليانه فوائد، وموجوده في مصر بكميه كبيره وطعمها حلو. فاستغلوا الموسم واعملوا بيها سلطات. نيجي بقى للبروسل سبراوتس او الكرومب البيبي. كان استوى وعمل قشره كده جميله. اي حاجه بتتشوح على النار وتاخد اللون البني ده بتدي طعم احلى ونكهه احلى. وممكن نحطها سخنه عادي مفيش اي مشكله، لان دي سلطه شتويه واغلب المكونات بتاعتها دافيه. تالت اهم مكون في السلطه دي هو الرمان. مش عارفه ليه بحس ان طول ما الرمان في الموسم بتاعه لازم اضيفه دايما على السلطات كده، يبقى مكونات الطبق الاساسيه كلها جاهزه، مش باقي بس غير نعمل دريسنج خفيف. هنضيف زبادي وزيت زيتون ورشه ملح وميه الرمان. ممكن تستخدموا دبس رمان، بس انا حسيت ان ميه الرمان هتخفف القوام اكتر وهتدي لون حلو، وكمان هتخلي طعمه احلى. زودوا زي ما انتوا عايزين لغايه ما تشوفوا اللون اللي يعجبكم. انا حسيت ان اللون كده هادي وجميل. ممكن نضيف الدريسنج على جنب ونضيفه للسلطه وقت التقديم، او ممكن تضيفوا له على السلطه على طول لو هتاكلوه دلوقتي. ودي كانت اول مره اعمل المكونات بتاعه السلطه دي كلها مع بعض، ومش عايزه اقول لكم ازاي طعمها طلع حلو قوي، والمكونات كلها مظبوطه قوي ولايقه مع بعض، وطعم كل حاجه لوحدها حلو ومع بعض كمان حلو. جربوها قولوا لي رايكم، واستنوا السلطات الشتويه الجايه، وبالهنا والشفا.